حبايبي وكريم بامبو بالذات كمان ودبش اللي كانوا معايا في البنك الاهلي قبل كده. وسعداوي. أيوة. خدت بالك باهر. محمود حماده. اقول لك على موقف حصل محدش يعرفه. أيوة. محمود حماده خرج من ماتش كان بقاله 3 اسابيع ما بيلعبش. لعبت ماتش البنك الاهلي. خرج عنده اصابه 1.5 مللي في العضله الخلفيه. وفضل يومين. الراجل الطبيب اللي معايا قلوينا قال لي انا هجهزه لك للماتش الحرس. جلسات بس انت تطلع السويس واحنا هيجي لك قبل الماتش بيوم. ده سنتي ونص ده يعني بيقعد اسبوعين يتعالج. انا طبعا عشان يرجع يلعب تاني. ده انا صممت على حاجه كمان اعمل له تيست قبل الماتش. كانت التيست ميعاده الساعه 11 الصبح عملته له الساعه 3:30 في ملعب السويس والتشكيل في ايديا وانا عارف ان هو لعيب مهم جدا ومحتاجه. ايوه. اتصلت بالجهاز وهم في ملعب السويس قلت لهم ايه الاخبار؟ قالوا لي معاك بكل قلبه. ايوه. فانا معاك بكل قلبه. الراجل بصراحه عمل مباراتين معايا زائد كل اللعيبه ودغموم. ايوه. بالذات يعني كمان وميدو جابر. ايوه. ومحمود جاد مع كل الناس كل الناس. انا من خلالك بشكرهم وبقول لهم متشكر على الفتره. وانا كنت جاي الحته استاذ كريم انا درست لكل مدربين مصر. وليا الشرف اللي هم اخواتي وكلهم كانوا محترمين معايا. كل مدرب انا اعطيته جزء من العلم اللي انا اتعلمته. فالحمد لله انا طبعا اديت المهمه. والنادي المصري انا تحت امره في اي حاجه بالنسبه لي. انا بحب التدريب جدا وموت في التدريب. طبعا مستر كامل. بس في كلام طلع في بورسعيد انت اعتذرت ومش عايز تكمل وعايز تبقى مش عارف. لا هو حصل. هو لغايه دلوقتي مستر كامل اتكلم امبارح وقال لك الدكتور ميمي انا هبقى محتاجه في منصب في النادي. فانا طبعا بقول له مستر كامل الراجل ده اللي بيشتغل معاه بينجح لان الراجل ده عمل كتير قوي للنادي المصري طبعا. وشاد حق كريم. من غير الراجل ده في النادي المصري كانت الدنيا هتشدها حلو. النادي ما كانش النادي ما كانش بما يرضي الله. صح. واللاعيبه مرتبط ايه. وكلمه السر بقولها لك في المحاضره الاخيره. انا شرحت كل حاجه. اخر المحاضره انفعلت انفعال غير عادي. ماتش الحرس ولا ماتش البنك؟ خلاص ده ماتش فيصل. اي تعادل رحت بره. صح. لان انا ما اعرفش نتائج الناس الثانيه اللي كان هيحصل معايا. بس في نفس الوقت المكسب عطاني دفعه اللي احنا فرقه كويسه. ايوه. والحرس كان بيلعب بايه. طيب عايز اسالك سؤال. المصري شوف انت بقى الموسم خلص خلاص وانت يعني حافظت على المركز الرابع للنادي المصري اللي كان المصري من بدايه الموسم في المربع. انا مش عايز اقطع كلامك. الموضوع ده حصل معايا كذا مره في كذا نادي. وعملته في سموحه. انا فاكر في سموحه كسبت الاهلي 3-0 مره. وكسبت تطوان المغربي. ايوه. كلامك بامانه. وكسبت الاهلي مره 3-0. وكسبت الاهلي وكسبت الزمالك. عملت معاك مداخله برضه انا عملت معايا مداخله. أيوه. يوم الاهلي الماتش بتاع اللي كان في بترو سبورت. ايوه. اللي قعدنا فيه لغايه الساعه 12. خدت بالك الماتش ده برضه كسبته 3. أيوه. والحمد لله باداء. طيب كنت شايف ان المصري السنه دي يقدر يطلع منه احسن من اللي حصل له السنه دي؟ يعني ممكن ياخد مركز ثالث ممكن يبقى يكسب الكونفدراليه لولا بعض الاخطاء اللي حصلت. لان مستر كامل ابو علي انا شفت تصريحاته لان كان عنده قال لك احنا عندنا اخطاء السنه دي. في اخطاء بس كان ممكن يطلع اكتر من كده. كان في سكواد كويس. كان ممكن ياخد الكونفدراليه. كان في سكواد كويس يعني. مجلس الاداره مستر كامل كان عاطي الصلاحيه للدكتور محمد موسى المشرع الكره والسياده النائب الحسيني والاستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي واللواء ياسر سالم. المجموعه دي كلها كانت شغاله مع بعض. فكان ممكن يطلع احسن من كده بكتير. البدايه بتاعته حصلت الموضوع اللي انت عارف تغيير المدربين مره واثنين وثلاثه. انما الحمد لله الشهاده اللي انت قلتها يعني انا كنت شايف وانا بتفرج على ماتشات الكونفدراليه على وجه التحديد ان مصر ممكن ياخد الكونفدراليه، خصوصا بعد ما الزمالك خرج والمصري راح ملاعب سيمبا والمصري كسب هنا 2. بس عملوا الماتش اللي في تنزانيا وحش قوي. عملوا يعني اصل مفيش ماتش يتلعب. انت لازم تعمل حاجه انت لازم تعمل غير اللي متوقعه الخصم اللي قدامك. انا كبدايه رايح العب سيمبا احتراما اللي كسبان 2-0. ده المصري وقف في ال 18 بس انا عامل له المفاجاه. انا هاجم بكل قوتي وخلص القصه. انا اما اعمل 5-5 وعندك الامكانيات لعيبه قدرات لعيبه تقدر تعمل لك الشغل ده. اما هاجم انا 5 في الاول واضغط عليه بقوه انا عملت له ارهاب عملت له رعب. خدت بالك مش هبقى ما انا لازم اكون انا ايه مش لازم ابقى رد فعل لازم ابقى انا الفاعل. صح. وده اللي احنا عملناه. يعني البنك الاهلي احنا مشينا الماتش واحده واحده. البنك الاهلي فرقه جامده. فرقه تقيله جدا. فرقه تقيله جدا. يا النور واسامه فيصل. فرقه يعني فرقه جامده. محمد ابراهيم فرقه جامده جدا. انا بكلم يعني هو ليه هدف محقق. راحت دي كوره. يا النور دي الكوره. احنا جبنا كوره بس احنا عندنا اصرار لاخر وقت اللي احنا عاوزين نكسب. والكوره بتاعتنا كانت سلسه.
يعني انت ما تخلي اللعيبه تلعب الكوره بالنسبه لك الاستحواذ. انا سالت اللعيبه قالوا لي كابتن ميمي بيشتغل اسهل حاجه وابسط حاجه في الكوره. الحمد لله. مفيش حاجه متعقده، تمرين ظريف، العلاقه حلوه، اداره الماتشات بتوظف اللعيبه كل واحد في مكانه، بتدير الماتش باريحيه للعيبه وللجهاز الحمد لله، وحتى للجماهير. يعني مفيش، عارف ايه، مفيش بيسموها ايه، يعني ما بتفتكس او ما بتعملش حاجه، لا انت شغال طبيعي، كل حاجه في مكانها، ما بتحاولش تعمل حاجه غير مألوفه عشان يقول لك ميمي عبد الرازق، لا شغال. لا انا بأبسط حاجه. انا كان نفسي يا كريم ماتش كاس الرابطه اللي هو 2023 اللي انا اجيب، بس دي عندي اغلى من كاس الرابطه، لان شفت حب الجمهور بتاع بورسعيد. طبعا وكلامك بقى، انا بمشي في الشارع رافع راسي. بورسعيديه بيعشقوا مصر، بيعشقوا